اتجوزت مريض نفسي، وكمان العلاقة اللي ربنا حللها لينا ممنوعة، وكل شيء ممنوع. اعتبروني اختكم في الله. انا بجد مقهورة من جوايا وبتعذب، فياريت حد يحكم بالحق وبالعدل، وياريت محدش يهني او يقلل مني. نبدأ بسم الله، لان دي قصة حقيقية من واقع الحياة، ونقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتحكي وبتقول: اعتبروني اختكم، وياريت تريحوا قلبي بكلمتين، لان قلبي موجوع قوي قوي. انا متجوزة من 2 سنين، بعشق الارض اللي جوزي بيمشي عليها، وهو كمان الصراحة بيحبني وبيموت فيا وبيعشقني. حبيبي عنده 41 سنة، وانا 28 سنة. اتعرفت عليه في الشغل لان كنا بنشتغل مع بعض، وحبيته اكتر من نفسي، وحسيت هو منه هو كمان نفس التبادل بتاع الحب، بس ما كانش قادر يتقدم لي، وكنت دايما على طول شايفاه حزين وتعبان ومرهق. وكلنا كنا عارفين انه متجوز ومطلق من 10 سنين، ومن بعدها مفكرش في الجواز نهائي، وما نعرفش اي سبب، وما بيقدرش يحكي ولا يفضفض لأي حد. المهم، عرف من حد من زمايلنا مشاعر ناحيته، وده شجعه انه يفتحني، وانا طبعا وافقت وفرحت جدا 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 ان هو قرر ان هو يفتحني ويقول لي: انا فعلا انا كمان بحبك. ولما سألته ليه اتأخرت، قال لي: خفت ترفضي عشان السن اللي ما بينا، وعشان انا كنت متجوز قبل كده ومخلف وانت بنت، وعشان شفت اللي بترفضيهم احسن مني في 100 مرة او بمليون مرة، يبقى هتوافق عليا ازاي؟ قلت له: انت عندي بالدنيا كلها، ومش هقدر استغنى عنك، وانا بحبك حب العمر كله. وفعلا اتقدم لي. بابا كان في الاول معترض، اقنعت بابا ووافقت عليه، وبابا كمان وافق عليه واتخطبنا. بعد ما اتجوزته على طول اكتشفت ان هو مريض نفسي بمرض كبير قوي، وما قاليش. والدكتور اللي كان بيعالجه ده شخص قريبه، اتواصل معايا برضو عشان يخلص ذمته قدام ربنا، فهمني ظروفه علشان اعرف اتعامل معاه، وانه مخبى عليا علشان خايف اسيبه، لانه اكتر من مرة حاول ينتحر. مرة لما عرف بالغلط اني هتخطب لواحد تاني غيره، وان المرض ده جاله بسبب العنف الجسدي اللي كان بيتعرض له من صغره. لان الحكاية ان جوزي ده كان يتيم الام، وبعدين مرات ابوه ورته العنف اللي في الدنيا كله وذلته، وبقت تضربه ضرب عنيف جدا جدا جدا. بعد مرات ابوه راح لمرات عمه عشان كان يتيم، وعلى طول كان بينام جعان وبردان، وعاش طفولة سيئة جدا جدا. ولما كبر وافتكر انه خلاص هيفرح بمراته، كانت متجوزاه وهي بتحب حد تاني، بهدلته وما كانتش بتخليه يقرب لها، وافترت عليه، واهله كلهم صدقوها وكذبوه هو، لحد ما هو يا عيني اتجنن ودخل مصحة نفسية من القهر اللي شافه في حياته. والمرض ده بدأ يظهر عليه، بس خف لما عرفني وحبني على كلام الدكتور، وانا حبيته اكتر واتمسكت بيه اكتر واكتر. لما عرفت ظروفه طلب مني اغير لبسي، غيرته عشانه. طلب مني اسيب الشغل من غيرته عليا وحبه ليا، انا سبت الشغل عشان يعيش هو كمان مرتاح، وعشان اشوفه وارضيه، واشوف ان هو مرتاح بعد كل اللي حصل له في الحياة ده. بعدها حصل مشاكل صحية عنده، ومع التحاليل عرف ان هو صعب يخلف. انهار وقال لي: هنسيب بعض ومش هظلمك. فانا رفضت وقلت له: عمري في حياتي ما هسيبك. واتجوزنا وعيشني، وخلاص احنا فعلا بقينا متجوزين، وعيشني احلى ايام عمري. كل يوم كنت بعشقه اكتر وبحبه اكتر اكتر. من 9 شهور بالظبط حصل له عجز جنسي، ما بقاش في ما بيننا اي علاقة. ده تعب نفسيته قوي قوي. انا عمري ما حسست اني متضايقه او تعبانه او اني محتاجه حاجه زي دي، مع ان كل ست في الدنيا محتاجه الحاجه دي، بس انا كنت بقول وجوده معايا عندي بالدنيا، وجوده معايا اهم من اي حاجه في الدنيا. تعبت من اسبوع، رحت حللت، والتحاليل بتاعتي اتبدلت، هو بيستلمها مع واحدة كانت نفس اسمي في المعمل، وللأسف كانت حامل. جه البيت وهو عينيه مليانة شرارة، أول مرة أشوفه بالطريقة دي وأشوفه بالعنف ده. طبعا اتهمني بالخيانة،
نزل فيا ضرب وتلطيش، ضرب وتلطيش، وضربني. وهم عقبال ما كلموا من المعمل وقالوا لي ان النتيجة كانت غلط، كنت خلاص بموت من كتر الضرب ومن شدة الإهانة اللي عملها لي. بعدها بقى يضرب نفسه، لو معرف من معمل التحاليل بقى يضرب نفسه ويكسر دماغه في الحيط من الندم والقهر على اللي عمله معايا. وقال لي: ابوس رجلك سامحيني، ما كنتش في وعي، اضربيني زي ما ضربتك او اديني بالجزمة، بس ما تسيبينيش اموت من غيرك ارجوكي. تاني يوم لقيته بيقول لي: انا هعرض عليكي حاجة ومعرفش حياتي هتبقى ازاي لو ده حصل، وما اعتقدش اني هعيش يوم واحد لو وفيتي، بس انتي مش عايشة، انت مضيعة شبابك معايا، مضيعة شبابك مع واحد مريض نفسي ما بيخلفش، حتى العلاقة ما بيدهاش ليكي، ابسط حقوقك حرمك منها، وحرمك من شغلك ومن عيشتك ومن حياتك. لو عايزة تسيبيني محدش هيلومك، سيبيني وعيشي حياتك. قال لي هو كده، وقال لي محدش هيلومك على اللي انت هتعمليه، بس هو ما يعرفش ان هو كل حياتي، ما يعرفش ان انا ما اقدرش اتنفس حتى من غيره، انا من غيره ما اقدرش اعيش وما اقدرش اكون، ما بشوفش نفسي او جسمي او اي حاجة تخصني مع حد غيره، ما بشوفش تفاصيل حياتي غير معاه هو وبس. ده حب عمري يا جماعة، حب عمري اللي ما شفتهوش ولا عاشرتهوش غير معاه هو وبس. فاللي انا طالباه منكم ان انتوا تقولوا لي: هو انا كده ظالمه نفسي، ظالمه حياتي معاه؟ هو اكبر مني في السن بكتير، يعني انا 28 وهو 41 سنه، هو كمان ما بيخلفش، وكمان ما فيش علاقه كمان جنسيه نهائي، وكمان مريض نفسي، بس قلبي مش عارفه كانه تحت رجليه. فانا كده ظالمه نفسي. انا عايزاكم تقولوا لي كلمه تريحني، لان ما باجي افكر في المستقبل بجد بترعب، بفكر بقول لا قدر الله لو جراله حاجه في اي يوم من الايام، وانا هفضل كده في الدنيا من غير سند، من غير ونيس، من غير طفل، من غير ما اكون ام. انا بفكر في المستقبل بترعب وبخاف على نفسي اني ما اكدبش عليكم، بس في نفس الوقت حاسه ان انا مش قادره اشوف نفسي مع حد تاني غيره، مش قادره اكون مع حد تاني غيره، وخايفه كمان من كتر حبه فيا ان هو يموت او يحصل له حاجه وافضل شايله ذنبه طول العمر. دلوني وقولولي اعمل ايه في اللي انا فيه. يا رب اشوف منكم الاجابه اللي تريح قلبي وتريح عقلي، وتكون في نفس الوقت ان انا مظلمهوش، او ان انا اخليه يرجع تاني ينتحر او يفكر في الانتحار. مهما كان ده شريك عمري وحب عمري، بس انا كده ظالمه نفسي ولا لا؟ وبرضه فكرولي في المستقبل اللي جاي ازاي هعيش من غير سند ومن غير ونيس. فأرجوكم شوفوا لي حل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي امان الله. ويا ريت الرد على التعليقات، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناه.